خبر مفرح لجميع المغاربه اللي تبعوا القضيه ديال التراس اللي تشغلت الراي العام ديال مجموعه من الشباب اللي طايفوا بهذا المصطلح هذا ودابزوا مع بعضياتهم، وكانت عندهم واحد المشكل كبير اللي حسب ما يعني توصلنا به. هذا المشكل هذا لما كيبان ليا هو مشكل تافه. ما يمكنش انت ولا انت انك دير دي طائفه الخايبه وديك الكلوب اللي كانت فيه وفواضح في الليل على حسب ما كيبان لي ما بين 10 حتى 12 ديال الليل، وتوثقات عن طريق واحد الترجم اللي شفنا كنا الفيديو اللي اثار يعني ضجه كبيره في مواقع التواصل الاجتماعي. بالضبط حي مولاي رشيد. خبر المفرح هو ان الجدرميه والبوليس من تحيه خاصه لهم المخزن الزين جزاه الله خيرا، الامن الوطني والدرك الملكي تحركوا بواحد السرعه فائقه ما فايتاش اقل من 24 ساعه. جابوا 3 من الاشخاص اللي كانوا باينين في ذاك الفيديو اللي تشنع في مواقع التواصل الاجتماعي وقرقبوا عليهم شدوهم، يعني غيتم فتح تحقيق معهم. غادي يعرفوا الملابسات ديال هذا المشكل هذا، غادي يعرفوا السبب الرئيسي اللي خلى هذه المجموعه من الشباب اللي يعني هما حسب المصدر اللي عندنا ما بين 19 سنه حتى 24 سنه انهم يقوموا بهذه الاعمال التخريبيه وهذا الشغب اللي يعني شغب رياضي. حسب ما المصدر اللي عندنا وبزاف ديال المصادر اللي قريت هو ان عندهم شغب رياضي، يعني عندهم كره القدم، كيلعبوا كره القدم، كيشجع فرقه، ولكن السبب الرئيسي هو كره القدم، شغب الرياضي. ما يمكنش حنا نسكتوا على هذا الشيء اللي وقع. حي مولاي رشيد اصبح بؤره من بؤر السوداء في مدينه كازا. حي مولاي رشيد اللي كان معروف بحي ديال الناس المثقفين ولات فيه مشاكل كبيره بزاف. شفتوا الفيديو درت لكم على الشخص اللي صفاها يعني الاجيره ديالو كتخدم معاه في مجال ديال كاش بليس. اليوم ولا البارح اليوم ايضا تم يعني الخبر اللي بغيت نقول لكم هو اعتقال هاد الثلاث الاشخاص اللي غيتم يعني المحاكمه ديالهم، ونطالب بفتح تحقيق وباقصى العقوبات.